السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال للكابتن خالد الغندور. يا كابتن خالد، انت شاغل نفسك بجون محمد حسن في الاهلي ليه؟ واللاعب طلع قال لك الكرة جت في ايدي، وانت مصمم اللي الكرة ما جاتش في ايده. ازاي يا جدع؟ يا جدع ازاي؟ اللي جاب الجون قال لك الكرة جت في ايديا. وعلى العموم يا كابتن خالد ريح نفسك، الجون ده مش هيفرق مع الاهلي اي حاجة. مش هينزل الاهلي حسم الدوري. انت بتتكلم في دوري منتهي، كرة ايه؟ افرض الاهلي تعادل، افرض الاهلي اتغلب، ايه اللي هيفرق مع احنا في المركز الرابع يا عم؟ يا عم احنا يا عم فوق يا عم، لوجه الله احنا في المركز الرابع. الجون ده ولا هيزودنا ولا هينقصنا. انت امبارح يوم كامل، حلقة كاملة الواحد مستني خبر يتقال على صفقة، على اي حاجة على تخص نادي الزمالك. لا مسك لي الحكم ظلم الاسماعيلي ليه جون ما اتحسبش. ايه يا عم ده؟ واحنا مالنا يا عم؟ واحنا مالنا يا عم؟ يا عم خلينا في مشاكلنا، خلينا في الكارثه اللي احنا فيها، خلينا في نادي الزمالك. تخيل كده يا كابتن خالد وانت قاعد بتتكلم على محمد حسن، عرفت اللي امام عاشور مضى مع الاهلي، عرفت اللي امام عاشور مضى مع هتبقى ليله زرقاء، هتبقى ليله زرقاء علينا على نادي الزمالك. ليه بقى؟ تخيل كده اللي خدت وسط النادي الاهلي امام عاشور ومروان عطيه. يا نهار ابيض، يا نهار الزمالك ضاع، الزمالك ضاع، ما تمرش فيه التربيه، امام عاشور ما تمرش فيه التربيه. فركزوا ركزوا عشان ابننا ما يعملهاش. والاهلي مرحب بالواد، الاهلي مرحب بالواد، قال له تنور يا امام، بيتك ومطرحك يا ابني، بيتك ومطرحك واحنا نايمين ننا. طبعا سياده الموسيقار قال لك انا هجيب صفقات من نار، سياده الموسيقار قال لك انا هجيب صفقات من نار، قال لك هجيب فرجاني ساسي، وفرجاني ادانا على عينينا. اتفضل شوف فرجاني مضى فين، اتفضل يا كابتن، ادي فرجاني، ادي فرجاني يا عم، فرجاني مضى مع فرقه تانيه واحنا نايمين ننا. سياده الموسيقار ده الفنان، وانت يا كابتن خالد مسك لي جون محمد حسن، والاهلي قاعد يجيب في صفقات، والاهلي قاعد ياخد في بطولات، واحنا واخدين على عينينا. واللي جاي طالع عينيه في الموضوع ده جمهور نادي الزمالك اللي مش حاسس بجديد، اللي مفيش صفقه قلنا عليها داخله النادي. احنا قاعدين نسمع الاهلي بيعمل صفقات من نار، صفقات من نار، واحنا نايمين ننا، وجمهور الزمالك حزين، وانتوا قاعدين تتكلموا في حاجات ما بتخصش النادي. يا جماعه ارحمونا، حسوا بالنادي، حسوا بجمهوركم، مش احنا على الفاضيه والمليانه كل يوم في سيره الاهلي، والاهلي في الطالع. حرام عليكم يا جماعه. في النادي الكريم كابتن كريم حسن شحاته الزميل طلع قال لك احنا كلمنا محمد حسن وقال ان الكره جت في الايد. طبعا انتشر كالهشيم، لان ده شيء يسعد كل اهلاوي ويسعد من اخطأ، تمام؟ وبالتالي انتشر كالهشيم. لكن اللاعب اما نزل هذا التصريح على لسانه بدأ يكذب هذا التصريح على حسابه الرسمي. لم يهتم احد بحسابه الرسمي، اهتم بمجرد نقل الكلام عن طريق حد، مع كل الاحترام والتقدير للزملاء يعني. لكن في النهايه تعالوا نشوف اللاعب، هاتولي كده بالترتيب اللاعب نزل كام حاجه على حسابه. بدأ اللاعب يا جماعه هاتولي يا جماعه اول حاجه القاهره 24، محمد حسن لاعب الاسماعيلي للقاهره 24، اقسم بالله ما جت في ايدي. ده كان اول حاجه. فرد كريم ده احنا كلمناه فقال كده، تمام؟ رد تاني زي ما انتم شايفين منزل البوست وقال لك ما حصلش ان انا قلت الكلام دوت خالص. رد تاني وطبعا البوست وده حسابه فوق اهو. طبعا مشكوره اليوم السابع عدلت الخبر. ايوه مشكوره طبعا. ده خبر اول ما نزل، لانه كان قال على لسان كريم، على لسان اعلامي يعني. لا جروب البرنامج الرسمي قال على لسان اللاعب، المفروض يكتب الصح. كريم شحاته قال كذا كذا. يعني هما جروب البرنامج الرسمي قال لك ان اللاعب قال كده، كاتبين الكلام على لسانه. محمد حسن بيقول كذا كذا. ده شوف هو قال ايه بقى على حسابه: لم ادخل اي مداخلات لا مع كابتن كريم ولا في اي مكان. ده اللاعب اللي بيقول كده. شوفوا بقى اقوى كلام بيقوله. اتفضل اخر حاجه بقى نزلها اخر ما زهق. وانا قلت لكم اللاعب ده متربي في النادي الاهلي، يعني لعيب في النادي.
مستغرب جدا من الناس اللي بتقول لي دي شهاده قدام ربنا وهيموتوا ويخلوها جت في ايدي بالعافيه. ما احنا ياما اتظلمنا، ما حدش كان بيجيب سيره ربنا ليه؟ ياما اتجاملتوا، كان فين ربنا وقتها؟ ولا لما تتزنقوا تفتكروا ربنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشارك في المسرحيه دي.